السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ طبعا انتوا شايفين اللي انا مطلعاه كل ده. نهار اسود، ايه اللي انت عاملاه ده؟ ايه ده؟ ايه اللي جابك؟ دي يا حبايب قلبي ايه ده؟ كرتونيه رمضان اللي انا كنت شايلها في الضرفه اللي هناك دي، طلعتها عشان الدنيا ضلمه فمش هعرف ان انا اصور جواها، فانا طلعت الحاجه بره بقى. ايه رايكم؟ كل ده هنا؟ بص يا حبايبي، انا مش هلم كل ده. لا ما ده، لا ده لسه في بره على الصالون. مش لم حاجه انا. دي كرتونه رمضان يا حبايبي. مش بقى ان انا اعمل كل. بصوا دي الكرتونه اللي احنا جمعناها مع بعض، وقلنا هنيجي قبل رمضان بايام احنا عملنا ده كله ونشوف هجمعنا ايه وشيلنا ازاي بالطرق اللي انا قلت لكم عليها، وجبنا كذا طريقه. بصوا حبايبي، ده غير اللي بره. بصوا دي التوابل، انا جبتها على مرتين في شنطتين. بصوا هنطلع كل الحاجات دي على السفره. تعالوا اوريكم اللي على السفره كمان. طب ايه يعني بعد ما طلعنا كل ده ليه لازمته؟ انا هرص دول في الحاجه. بصوا يا حبايب قلبي، انا النهارده احنا اول الشهر اهوت، جبت التومين وجبت الخزين بتاع الشهر. الحاجات اللي جوه وريتها لكم في الاوضه دي كانت كرتونه رمضان. مبدئيا انا بعمل ايه؟ بصوا لو تفتكروا الورقه دي اهي يا حبايبي. بصوا الورقه دي انا بكتب فيها السكر، الرز، الدقيق، الحاجات اللي انا بجيبها كلها بايدها هنا، بحيث ان انا ابقى عارفه ايه اللي في الضلفه. خل تفاح، زيت الزيتون، الحاجات دي كلها بصوا انا كاتباها في الورقه دي. دي بقى الحاجات اللي انا جبتها. هنجمع بقى كله على بعضيه. بصوا المكرونات ورز وده الملح للتوابل، وده الزيت اللي انا جايباه فيه للتومين وبره التومين برضو. وديت بصوا انا هجمع ده على ده، وهعرف انا عندي ايه وحوشت ايه وهنشيل ايه. يلا بينا نشوف. هفرش لكم الحاجه وهقول لكم احنا عملنا ايه بالظبط، وقولوا لي جمعتوا قد ايه وعملتوا ايه في الفتره اللي احنا قلنا هنبدا بيها مع بعض. وادي حبايب قلبي كده انا خرجت بره على الصالون، انا فرشت الحاجه، حبيت اوريها لكم عشان تعرفوا الطرق اللي انا بقول عليها سهله وبسيطه. والله ما زنقت نفسي في حاجه زي دي يا جماعه، حاجه في حاجه جبتها والله جت سهله جدا جدا جدا. يعني لو رجعتوا للفيديو بتاع الكرتونه رمضان وشوفوا الطرق اللي انا قلت عليها سهله وبسيطه قوي. بصوا يعني دي باكيتة الملح جبتها مره، المكرونات، يعني الحاجات دي كلها خزين الشهر بالتومين باللي انا كنت شايلاه اهو يا جماعه. بصوا يعني الرز اكتر من باكيتتين، يعني ده وده كده كله رز. وهنا برضو السكر اكتر من باكيتتين، لغايه المناديل التواليت والمطبخ جبتها. بصوا دي الصوصات اللي انا جبتها، السمنه، الخل والشوربه. بصوا يا جماعه لغايه الشاي الاخضر والشاي الاحمر العادي. دي بقى التوابل اللي انا جبتها فوق بعض. بصوا حبايبي اهي. بصوا لغايه ده وده زيت الزيتون اللي رمضان في الجبنه، الخل التفاح، صويا صوص، دبس رمان. بصوا حاجه في حاجه، يعني التوابل دي انا جبتها على مرتين. البواكي دي كل مره جبت باكو. الحاجات دي نصها انا جايباها من التومين النهارده، والنص التاني دول 8 ازايز نصهم اللي هو زي كده، ده العادي انا جايباه تبع نقط العيش او من بره. وده بتاع التومين انا جايبه 4، والاربعه دول من بره ازازه في ازازه، لان عند نقط العيش في السلع هو بيديها لك ب9 جنيه، انا حسبها لي ب9 جنيه. بصوا عامله ازاي، ما شاء الله جميله قوي. يا رب تستفادوا باللي انا عملته من اول الكرتونه، من اول ما بدأناها، واللي مشي معايا وعملها يقول لي عمل قد ايه وحوش قد ايه واستفاد ولا لا من الفكره اللي انا قلت عليها والافكار الكتير. يعني بصوا انت هتلاقي هنا في حاجات ربع، بصوا ربع، نص، ده كيلو الا ربع، نص، ده كيلو. بصوا هتلاقوا، بصوا اغلبها رباع، كل ما انزل اجيب ربع واركنه. بصوا ثمن ربع. بصوا عامل ازاي، يعني حاجه في حاجه نص. وكنت جايبه ربع برضو واستخدمت منه الدقيق كيس في كيس، من يعني بجيبه. بصوا حبايبي دي المكرونات، دي الحاجه اللي انا جايباها، حاجات سهله جدا. دي المكرونات، ده كيس جبته مره، وده ربع جبته، وكان في نص في نص جبته برضو بس طلعته لما احتاجته. لغايه الملح ده الباكت جايباه 15 جنيه كيس كبير. لغايه ملح بتاع التخليل انا جبته واستخدمت منه، ده كنت جايبه كيلو، خدت منه للحاجات المخللات وده بقيته. بصوا يا حبايب قلبي سهله جدا. دي انا كنت جايباها قبل ما تغلى، انا جايباها من سلع العيش من النقط اللي انا بحوشها،
والله يا جماعه انا جايباها ب 9 جنيه، حسبتها لي ب 9 جنيه والله. بس في اول ما بدات الكرتونه معاكم وقلت لكم انا جايباها، دي اول حاجه انا بدات بيها. النهارده بره غالي قوي، فيا رب تكونوا استفدتوا بيها. بصوا حاجه سهله وبسيطه خالص، طريقه سهله، جمعت وشلت حاجات هتكفيني رمضان وبعد رمضان بكتير قوي للعزومات ولاي حاجه. انا جبت طريقه اليوم بيومه مثلا الارزقيه، جبت اللي بالاسبوع لو عايزه بالاسبوع، جبت اللي بالشهر لو هتعملي بالشهر. يعني بصوا انا جايباه باكوين، ده اخر حاجه انا جايباها. بصوا ده انا اخر حاجه جايباه، ادهوني ب 20 جنيه. ده اول حاجه انا جبته ادهوني ب 16 جنيه، دوت ب 34 جايباه. بصوا بقى دي انا جايباها النهارده. بصوا العلبه دي لسه جديده اهي، دي انا جايباها النهارده بيديهاني ب 30 جنيه. دي انا اول ما بدات حتى بصوا متطبقه ازاي، بصوا قديمه، لان دي اول حاجه كنت جايباها مع السمنه والحاجه. كنت جايباها من نقط العيش، كانت حاسبها لي ب 5 جنيه، يعني كانت بره ب 20، هي حسبتها لي ب 5 جنيه، جبتها ب 5 جنيه. ايام ما كانت ب 21 وب 18 الكلام ده، انا جبت دي ب 5 جنيه. دي انا جايباها النهارده من بره مش من نقط العيش ب 30 جنيه مديهاني، رفعت جامد. يعني حاجه زي كده. بصوا الخل، ازازه الخل ب 8 جنيه بره، اديتهاني ب 2 جنيه اهي، دي واخداها منها ب 2 جنيه. فانتي حاولي بقى تدبقي اللي بطاقه هيقدر يطلع ويوفر من العيش. بالاسبوع هتقدري برضو، حتى لو كيس في كيس في الرز. انا كنت بجيب كيلو 2، وقت ما بنزل كنت بجيب. فهتلاقي في حاجات غاليه انا جبتها في الاول خالص، وحاجات النهارده انا جايباها النهارده ب 24 جنيه. يعني الرز انا جايباه ب 24 جنيه، في الاول اللي تحت كان ساعتها ب 17 جنيه. فمش كله، في حاجات غاليه انا جبتها في الرخص، وفي حاجات انا جايباها بسعر النهارده، لان النهارده انا جايبه الحاجه رافعه. فانا استفدت بالحاجات اللي انا خدتها في الاول، يعني انا استفدت باللي انا جبته الاول. حبايب قلبي يا رب تكونوا استفدتوا، وقولوا لي بتتابعوني منين، وقولوا لي حوشتوا ايه وعملتوا ايه. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، خلاص بقى رمضان قرب، لسه هنعمل التوابل وهنعمل حاجات تانية مع بعض، فيديوهات كتير. يا رب تستفادوا كتير من الافكار اللي انا بقولها، وغيركم يستفاد. لو جيتي معايا لحد هنا حبيبه قلبي، تنسيش اللايك والشير والاشتراك في القناه حبايب قلبي. انت تبدأي يعني تقفلي من غير يعني ولا ايه؟ لا ولا انا مش معتبره اقدر، وجودي اصلا؟ لا انا مش معتبره اقدر. وجودي ازاي بقى؟ والله. لا يا حبيبي ولا انا خلاص اقدر. وجودي في الجيش ما بقاش ليه وجود؟ لا 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 خالص انا اقدر. قال انا اقدر، يبقى انا اتمحيت من الوجود. لا يلا نسلم عليهم. المهم يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ده تنسوش اشتراك في القناه، وانزل تحت اشترك لو انت مش مشترك او ما تابعتنيش. انزل تحت اشترك في القناه وفعل الجرس طبعا عشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا، كل فيديوهات سلازار طبعا، كان جيمنج او طبخ او فلوجز او اي حاجه من محتوايا. وروتينات المطبخ، هنخش بقى على الشقه ورمضان والسجاجيد. الحمد لله في الجيش انا ما لا احتسب هنا. المهم يا جماعه، لو عجبكم الفيديو ده تنزل اضغط لايك عشان نتوسع بيكم ونكمل. يعني شكرا ليكم، كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، واهم حاجه السلام عليكم. اشوفكم في فيديو جديد يا جماعه.